السلام عليكم. النهارده هعلمكم طريقه الحواوشي بطريقتي انا. معانا هنا 4 كوبايات من الدقيق، ومعلقه من السكر، معلقه من الخميره، شويه صغيرين من البيكنج باودر، اللي هو كل ده معلقه من بتاعه الشاي. هنقلب كده طبعا المكونات في بعض، وبعد كده هنعجن. عندك عجان متوفر ماشي، ما عندكيش على ايدك، كله هيمشي يعني. بعد كده ننزل بكوبايه ميه دافيه على حسب برضو الدقيق ونوع الدقيق. هسيبها بقى تتعجن، وهجيب معاك هنا البصل والفلفل واللحمه المفرومه معانا. هبدأ بقى طبعا انزل بالزيت ويكون سخن، وبعد كده ننزل بالبصل. هتحسوا ان البصل كتير، بس كل ده بيدبل. وافضل يا جماعه كتير بيعملوا يحطوا الخضار كله ني في ني وحطوا في العيش على طول، ده طبعا طريقه غلط. فاحنا لازم نسوي الخضار الاول، وبعد كده نحط التوابل بتاعتنا، ورق لوري، ملح وفلفل وبابريكا وتوابل لحمه. يعني الحاجات ديت لازم تتحط. دي التوابل اللي انا قلت عليها دلوقتي. فايه، يا ريت نحتفظ بالمعلومه. وكده هبدا اقلب لحد طبعا ما الخضار كله يدبل معايا وينزل الطعم المسكر اللي فيه. وبعد كده هنحطه على اللحمه المفرومه وهي نيه، ونعجنهم في بعض ونسيبها تبرد شويه. بعد كده معايا العجينه، هبدا ان انا اكورها الحجم اللي انتوا عايزينه. طبعا انا هنا كورتها معاكم، وهبدا طبعا افردها بزيت، بلاش دقيق عشان الدقيق صعب. فهتفردي كده يعني ايه السمك بتاعها ما يكونش رقيق قوي. وايه، وتحطي بقى ايه اللي على حسب اللحمه اللي انت عايزه تحطيها قد ايه في الرغيف تحطيها. انا طبعا الحته ديت راحت مني، ما عرفتش اضيفها. فانتوا بقى زي ما انتوا شايفين، وتخرموا طبعا العيش من فوق وتدخلوه على درجه حراره 200، وتتابعوه اول باول وكده زي ما